يا صباح الخير أو مساء الخير عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا عمرو خاطر ودي سكة سفر. رجعنا تاني بعد فترة توقف طويلة حبتين. بس يعني انتوا شايفين الأحداث والحاجات اللي بتحصل وربنا مع اخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله يعدي الفترة دي على خير. الحلقة النهاردة مختلفة شوية، وهحاول أقتل الفان بوي اللي جوايا وأنا بعمل الحلقة. معانا النهاردة دينا محمد. دينا رسامة ومصممة مصرية، بدأت في مجال الكوميكس لما كان عندها 18 سنة. كانت نشرت كوميكس رقمية اسمها القاهرة، فيها سوبر هيرو محجبة، ونشرت رواية من رواياتي المفضلة على الإطلاق، رواية مصورة اسمها شبيك لبيك، موجودة عن دار المحروسة، وهي نازلة على 3 أجزاء. أهلا بيك يا دينا، نورتينا النهاردة في سكة سفر. شكرا على الاستضافة وشرف ليا والله. شكرا على الكلام الجميل ده. لا والله بجد، يعني أنا فعلا هحاول أكون محايد وأموت الفان بوي الموجود جوايا، بس أنا تجربتي مع الكوميكس المصرية ما كانتش لطيفة خالص. وبعدين في يوم من الأيام كنت في مكتبة تنمية، وشاوت أوت لتنمية اللي مضيعين فلوسي. فكنت في تنمية، فحد ريكومند الراجل اللي شغال هناك ريكومند شبيك لبيك. فخدت الجزء الأول. أنا بصراحة أول ما كنت بشوف شبيك لبيك على يعني لما كنت بشوفها في المكتبات، ما كانش في دماغي إن هي رواية، أنا كنت فاكرها مجلة، خصوصا مكتوب مثلا شبيك لبيك 1 أو شبيك اه لبيك 2، فأنا في دماغي ده أعداد. ف... فأنا خدت الجزء اه الأولاني بس، وبعدين روحت البيت، خلصت الجزء الأولاني في يومها، يعني يوم ما روحت. يعني إيه ده في جزئين تانيين، خدت اه بعضي فعلا. ونزلت. وزعت بقى، هات لي 2 و3 عشان نعرف الموضوع ده هيروح فين. فبجد اه يعني شاوت اوت على الكوميك الجميلة دي. احب اشكر أنا مش مكتبة عايز أحرق. التنمية. اه بالظبط. لا مش هنحرق حاجة، بصي، انا برضه دايما مش مكتبه هنحرق حاجة. التنميه دي مكتبه التنميه دي ببقى رايح مثلا، انا رايح، انا هجيب الكتاب ده، انا رايح اجيب الكتاب ده، هو ده اللي انا رايح اجيبه. ارجع مثلا ب 10 15 كتاب معايا وانا مروح. بس يعني انا مبسوط. هي بالنسبة لي دي يعني تجربة المكتبات عموما، بس انا فاهمك جدا يعني. اه اه خلينا نتكلم عن الرواية كده بشكل عام. الرواية هي رواية خيالية فانتسي، يعني بتتكلم عن ان الاماني بتتباع وتقدري تشتريها. والرواية مقسومة ايوه. ل3 مين كاركترز. تحبي نقول اساميهم ولا لا نخليها كده اكيد ان هو في يعني. 3 مين كاركترز وقصة كل واحد فيهم؟ لا ممكن نقول اساميهم، يعني مفيش مشكلة ان احنا نقول اساميهم اعتقد. ممكن حتى نحرق شوية صغيرة، عشان لو هنتكلم في القصة نفسها بتهيألي لازم نحكي كمان الحبكة يعني في الأحداث. بس مش لازم نحرق النهايات بصي، هو لا، احنا مش هنحرق لكن حاجه، الخط بس الأحمر هو النهايات. غالبا لو احنا أيوه لو اتكلمنا عن الروايه، احنا ممكن نتكلم اصلا عن اول صفحتين في الروايه اللي هم اعلان توعيه ضد الاماني. أيوه فهي دي أيوه. ممكن تفهم شويه الناس داخله على ايه. فانا هسيب لك انت تحكي الموضوع عشان ايه تبقي متحكمه في الكلام عشان انا ما ياخدنيش الكلام. هي رواية شبيك لبيك. القصة بتدور في عالم افتراضي ممكن تبيع وتشتري فيه الأمنيات. بس الأمنيات بتتباع على حسب درجة الأمنية، فلو اشتريت أمنية درجة أولى مثلا ب1,000,000 دولار هتحقق لك بالظبط اللي انت عايزه. بس لو اشتريت أمنية درجة تالتة مثلا 500 جنيه فبتضحك عليك. فمثلا في أول الرواية خالص، هي الرواية بتبتدي بإعلان واحدة بتشتري أمنية درجة مهم. تالتة وبتتمنى انها تنزل 10 كيلو فايديها ورجليها بيقعوا. فهي يعني ده كان اعلان حكومي، عشان في اول الكتاب انت يعني بتعرف ان الامنيات الدرجه ثالثه يعني هتبتدي تتمنع من السوق، فده زي اعلان بيحذر من الامنيات الدرجه ثالثه. يعني هي دي فكره الروايه يعني عامه، او يعني ده العالم بتاع الروايه. هو بيشتغل كإعلان وكتعريف مم. بالعالم بتاع الرواية، ان احنا داخلين على ايه من جوه. بالظبط. انت يعني الرواية للأسف الروايات المصورة
يمكن لسه في مصر مش واخدة فكرة. الناس دايما لما تسمع كلمة رواية مصورة بيبقوا فاكرين ان هي حاجة للأطفال أو حاجات بسيطة، لكن بالعكس الرواية بتاعتك بتتعامل مع حاجات كتيرة جدا ومواضيع كتيرة جدا، زي مواضيع الرغبة والندم والقلق وعواقب الأمنية بتاعتي دي ممكن تبقى ايه. which انا شايفه ليه علاقة كبيرة بموضوع البودكاست بتاعنا اللي هو الصحة النفسية. فخلينا نتكلم، انت منين جاتلك الفكرة ان انت تعملي دي كرواية مصورة، وازاي قدرتي تحطي فيها كل الحاجات النفسية زي الرغبة والندم والقلق والحيرة في حاجات كتير اللي احنا بنشوفها مع الشخصيات المختلفة. فجاتلك الفكرة منين وتعاملتي يعني ازاي قدرتي تحطي الحاجات دي في كوميكس؟ تمام. انا ممكن ابتدي بس الدفاع عن الكوميكس المصرية. هي فعلا يعني الكوميكس اكيد. الناس واخدة فكرة عنها انها للأطفال يعني، ودي كانت من اول المشاكل اللي احنا عامة بنواجهها كفنانين كوميكس حتى في المكتبات، يعني ازاي يعرضوا كتب زي ما انت قلت معظم الناس بيفتكروها مجلات للأطفال. تاني مرة نحب نشكر مكتبة التنمية انها بتعرض الكوميكس عندها عادي. آه انما يعني الحقيقه ان معظم الكوميكس المصريه المعاصره بتخاطب، يعني هي بتكون روايات، يعني هي اصل انا عشان انا ابتديت منين لازم برضو يعني احكي عن الحاجات اللي انا كنت بقراها اللي حسستني ان انا ممكن اكتب روايه بالشكل ده. يعني اول روايه مصوره، الفرق بين القصص المصوره والروايات المصوره عادة بتكون إن الرواية مصورة للكبار، يعني أو بتكون رواية يعني أكتر من 50 صفحة بتحكي عن موضوع، يعني هي بيكون فرق تسويق، يعني إن أنت لما تسوق حاجة على أساس إنها رواية مصورة فأنت يعني عادة بتكون حاجة للكبار أو لسن أكبر شوية. فأول رواية مصورة نزلت في مصر كانت لمجدي الشافعي في 2008، كانت رواية اسمها مترو. فهي دي كانت أصلا رواية يعني سياسية جدا، يعني لدرجة إنها اتمنعت في مصر أول ما نزلت، ومجدي الشافعي يعني كان بيعاني يعني حصل له مشاكل كتير قوي. بس يعني بالنسبة لي عشان كده أنا بالنسبة لي لما طب يعني كنت بفكر في حاجة زي رواية مصورة، ما كانش غريب بالنسبة لي إن أنا أبتدي أناقش مواضيع يعني قد تكون كبيرة على الكوميكس لناس تانية، بس للناس اللي هما بيقروا الكوميكس أساسا. يعني من الروايات التانية اللي قريتها قبل ما ابتدي شباك لبيك كان في رواية اسمها فردوس الزهراء. هي دي رواية إيرانية أصلا. اوكي. بس كانت بتتكلم عن الاختفاء القسري، وكان حد بيدور على أخوه تاه في مظاهرة في إيران. وهي صراحة الرواية دي عقدتني نفسيا جابت لي اكتئاب وما قدرتش اقراها تاني. بس هي كانت رواية يعني مكتوبة ومرسومة يعني بتقنية عالية جدا، وفي نفس الوقت انت وانت بتقراها بتحس ان انت يعني بالنسبة لي يعني أثرت عليا من كذا ناحية، حتى من جودة الكتابة. بس حتى الروايات المصرية اللي هي زي مثلا توك توك، معرفش لو انت قابلت توك توك قبل كده. بس هي دي مجلة، يعني هي دي مجلة بمعنى المجلة، مجلة والصراحة توك توك الكوميكس اللي انا فيها عارفها، فعشان كده اه كنت فاكر شبيك لبيك نفس الموضوع. انا فاهمة. بس انا بس يعني مثلا انا قبل كده اه قريت مترو، وقريت برضو جاسوس انجليزي. لسه ما قريتهاش جاسوس انجليزي، عندي وده لسه محتاجة اروح. ده كان اخري مع الحاجات المصري. لكن انا بحب فعلا فن الجرافيك نوفلز عامه. وكان يعني معظم الحاجات اللي قريتها طبعا حاجات يعني مش مصريه، امم وفي حاجات كتير جدا بحبها. واللي هو يعني وانت بتقري روايه وانت بتتفرجي على الارت المرسوم، تبقي عارفه ان هي دي ما تنفعش تتعمل غير كده. بالظبط. ما ينفعش تطلع غير بالشكل ده. زي مثلا في روايه مفضله جدا بحبها اسمها داي تريبر. دي رهيبه. دي تريبل حلو قوي. يعني انا كنت بقى متنح وسط الرسومات والحاجات اللي معموله والكونكشن ما بين الشابترز وكده، واللي هو هي ما ينفعش تطلع غير كده. فاول حاجه مصريه تديني الاحساس ده كان بصراحه شبيك لبيك. يعني من الحاجات المصريه ماشي. التانية اللي قريتها اه يعني ما فيش كومبرومايز في حاجه. يعني القصه كويسه، السرد كويس، والارت كويس. وده حاجه مهمه شكرا. جدا يعني الثلاث حاجات دول اساسيين اه في اي روايه مصوره. شكرا والله، فاتمنى الناس شرفتني. برضو لا والله بجد. فاتمنى بس الناس تغير فكرتها عن موضوع الروايات المصوره، ان هي ما تختلفش حاجه عن الروايه العاديه، غير ان هي بتاخد مجهود اكتر
لان انت اللي انت بتعمله ده بتعمل له ستوري بورد وصور. ف هي فعلا ف, بتاخد مجهود مش طبيعي يعني وقت. هي للأسف يعني بالنسبة لي الحاجة اللي موقفة الكوميكس في مصر أكتر حاجة هي الناس ما عندهاش اعتبار للوقت اللي الفنان ممكن ياخده عشان ينتج رواية مصورة، على عكس الكوميكس القصيرة اللي هي بتنزل في المجلات. الرواية المصورة يعني لو هتاخد مثلا 100 200 صفحة، انت مش متخيل يعني كل صفحة على الأقل يومين أو لحد أسبوع، فانت كده بتتكلم في سنين شغل. بس لا، انا وفي متفق شغل معاك. يعني. في حاجة كنت بشوفها في في الروايات المصورة الأجنبية، إن هو دايما هتلاقي مثلا في شابتر كده في الآخر بيواجه كل المحاولات اللي هو عملها عشان يرسم الشخصيات، وهل يبقى كده ولا يبقى كده، ودرافتس رهيبة جدا. فالموضوع فعلا بياخد مجهود. بس هي للأسف هي مش في الروايات بس، يعني عندنا في مصر للأسف في كل أنواع الشغل تقريبا، اللي هو احنا شايفين ان هو اي حاجة ممكن تتعمل بسرعة وسهلة. يعني هو انت مثلا انت بتخترعش الذرة باللي انت بتعمله ده في اي مجال. للأسف بس آه، نرجع بقى للسؤال، ازاي أيوة بقى نرجع حطيتي للسؤال كل معلش. المشاعر دي في الرسم؟ هي الحقيقة إن أنا بالنسبة لي كنت زي ما أنت قلت شوية، إن أنا كنت فعلا يعني عملت بحث عن الكوميكس في مصر قبلها، وكنت بحاول أشوف إيه اللي اشتغل وإيه اللي ما اشتغلش. يعني ليه ما كانش في كوميكس مثلا في المكتبات، تدخل المكتبة تقدر تشتري رواية مصورة؟ ليه مثلا حتى مشروع بالنسبة لي أنا زي توك توك اللي هو كان ناجح قوي بس اضطروا يوقفوا؟ يعني كانت معظمها بتبقى حاجات ليها علاقة إن الناس ما كانتش بتقرا الروايات المصورة يعني. فكان جزء من شباك لبيك ان انا كنت بادئه ان انا كنت بعمل كوميكس على النت، كنت بنشر كوميكس على النت، فكنت شايفه الناس بتتفاعل معاها. يعني كان ساعتها الكوميكس منتشره قوي على فيسبوك، وكان بيقراها على الاقل مثلا ما اعرفش يعني 1000 2000 واحد في اليوم. يعني فكان الناس مبسوطه يعني لقيت الناس بتقرا الكوميك بتتفاعل معاها، وكانوا متحمسين اصلا لوجود كوميك مصري. كان عاجبهم الفكره. فانا بالنسبه لي كنت بحاول افكر يعني ايه اللي مش موصل الموضوع ده للكتب، للمكتبات. ليه نقدر نقراه على النت بس ما نقدرش ننزل نشتري كتاب؟ فيعني هو كان جزء منه ان وانا بكتب شبيك لبيك كنت اولا يعني بعد الكوميكس اللي كنت بنشرها على النت اللي هي كانت كوميكس موضوعيه اكتر، او كوميكس يعني اجتماعيه ساخره وكده، كنت بفكر ان انا عايزه اكتب روايه. انا بحب اقرا الروايات وبحب الخيال، وكنت عايزه يعني اخد مساحتي في الكتابه، عشان على النت انت دايما بتكون يعني متحدد بعدد الصور اللي ممكن تنشرها في البوست وحاجات كده. فكنت عايزه يعني كنت عايزه كده اكتب حاجه على يعني يعني براحتي كده. يعني كنت عايزه انفرد شويه بالروايه. وصراحه انا كان جزء منه تحدي شخصي، ان انا برضو عندي الاحساس ان حتى في الافلام عندنا الخيال في مصر كنت حاسه ان هو محدود او مش محدود. ان الافلام والروايات الخياليه عامة بتكون كوميدية. يعني كان زمان أعتقد إن كان عندنا يعني الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتراث الشعبي والحاجات دي كانت بتبقى يعني ممكن تتكلم عن السحر، ممكن تتكلم عن المواضيع دي. بس في القصص المعاصرة شوية بحس إن الخيال ما كانش واخد حقه قوي بنفس الطريقة اللي أنا بحب أقرأ الروايات الخيالية. يعني مثلا من بعد نجيب محفوظ يمكن. فبالنسبة لي كنت عايزة أفكر إزاي ممكن أحكي قصة خيالية، عشان انا بحب الخيال. كنت بفكر في موضوع ان انا بحب دايما اجمع بين الحاجات الطبيعيه العاديه اللي بتشوفها في مصر كل يوم زي الكشك مثلا، والتراث الشعبي او حاجه زي الكشك مثلا. بيلعب دور اساسي في الرواية. بالظبط. انا كان يعني كنت بفكر دايما يعني هي الكوميكس المصريه صراحه ما زي ما بقول لك يعني اللي هي مثلا مترو وتوك توك كده برضه هم كمان دايما بيدوروا في القاهره، او دايما بيبقى ليها علاقه مثلا بالشارع المصري، العربيات، الحاجات دي كنت بحب اشوفها مرسومه. يعني لما بشوفها مرسومه بتبسط. بالنسبه لي كنت عايزه اجمع حاجه زي دي، ان انت بترسم الشارع المصري والواقع المصري والحاجات العاديه جدا بحاجه يعني يبقى فيه عنصر خيالي او يبقى فيه سحر. عشان بالنسبه لي انا الخيال بيوسع نطاق الحاجات اللي انت ممكن تتكلم عنها. فساعتها كنت بفكر في مثلا حاجه سحريه زي امنيه. طب لو في كشك بيبيع امنيه، ازاي يعني ايه العالم اللي ممكن يكون فيه كشك بيبيع امنيه؟ العالم ده هيكون شكله ايه؟ العالم ده يعني هي هيشتغل ازاي؟ يعني الناس اقتصاده عامل ازاي؟ الحياة الطبيعية بين الناس عامل ازاي؟ ثقافته عاملة ازاي؟ فأنا كنت بفكر فيها من الناحية دي. وفي نفس الوقت كنت يعني بفكر إن الأمنيات عامة يعني هي حاجة خيالية، بس في نفس الوقت هي يعني ده يعني ما تقدرش تتكلم عن الأمنيات من غير ما تتكلم عن احتياجات الناس، من غير ما تتكلم عن الناس عايزة ايه. فعشان كده هي بالظبط. القصة كانت لازم يعني هي جزء من انها لازم تكون
مش هقول واقعية، بس ان هي لازم تكون ليها مصداقية، يعني ان اللي يقراها يحس ان دي قصة انا فاهمها، او ان يحس انها حاجة هو ممكن يتفاعل معاها، او ممكن يصدقها، او ممكن يعني يبقى فيها حاجة اللي يقراها يحس انها مربوطة بحياته، يعني مش انها خيالية، العكس انها واقعية جدا. بالظبط بالظبط. فهو ده كان جزء من هدفي، بس هو الهدف بالنسبة لي الأساسي إن أنا أقنع حد بيشتري الكتاب ده إن هو يكمل الكتاب. يعني اللي أنا بفكر فيه، أنا كنت بفكر في القارئ المصري اللي بيشتري رواية مصورة، إزاي أخليه يقرأ الرواية دي ويتفاعل معاها. يعني إيه اللي هيخليه زي ما أنت قلت، يعني هي جزء منها إنها يعني يكون فيها مشاعر، بس في نفس الوقت يكون ليها تأثير، يعني إن أنت ما تقراهاش وخلاص ما تفكرش. يعني أكتر حاجة أنا كنت عايزة بالظبط أقنع القارئ بالظبط. لو يفكر في تقعد اللي بيحصل. تفكر كده بعديها شويه تسال نفسك هو بالظبط هو ايه اللي انا هو ايه اللي حصل ده. طب انا لو في نفس المكان ده هعمل ايه؟ مع- ال- الفكره، بس انا عايز اقول لك ان انت عملتي خلطه حلوه قوي. يعني انت حاطه فيها السحر، وحاطه فيها الخيال، بس البطل الاساسي في الروايه عندك من الصراعات الداخليه بتاعت جوه كل واحد فينا، كل واحد من بالظبط 3 ابطال. وكمان ربطتي حاجات كتير برضو زي الطبقية والمستويات الاجتماعية والبيروقراطية. أحيانا أنت دخلتي كمية حاجات موجودة وكلنا بنعاني منها في حاجة مرسومة كويس ومحكية كويس وقصة كويسة، يعني وريليتابل جدا. واعتقد ان اي حد هيقرا الرواية هيشوف نفسه في واحد من ال3، او خلينا نقول ال4 الابطال بتوع القصة. يعني انت غالبا هتشوف نفسك واحد منهم، حصل لك موقف مشابه في حاجة من الحاجات دي. ف يعني والله تحياتي عن الموضوع ده. واعتقد برضو انا كنت بسأل شكرا. نفسي هو ليه نزلت على 3 اجزاء. بس الإجابة جت إن أنا بعد ما خلصت أول جزء طلعت أجري عشان أدور على على الجزئين التانيين. هي الحقيقة كانت كده ف... كده، كان يعني طول ف... عمرها تكون 3 أجزاء، يعني ما كانش ينفع. هو يعني الإعجاز هنا إن هي كملت ال3 أجزاء. كانت هتبقى جزء واحد. يعني أنا بالنسبة لي كان لا لا، الحمد عندي لله إني كملت. التاني والتالت متخططين يعني، بس الصراحة ما كانش عندي أمل إن هما ينزلوا مثلا غير مثلا بعد 10 سنين أو حاجة كده. يعني ده اللي أنا كنت متوقعه الصراحة. ده الحمد لله نزلت، وهي تقريبا النسخة المترجمة نازلين ال3 مع بعض في كتاب واحد، مظبوط. بالظبط للناس اللي بره مصر وعايزة تشتري رواية، هتلاقي على الموقع بتاع دينا الطرق اللي ممكن تشتري بيها. وهي موجودة على جوجل بلاي، موجودة على كندل. أنا لقيتها هنا موجودة على كندل، على كندل ستور. دي النسخة المترجمة موجودة على كندل ستور. والنسخة العربي بقى في مصر موجودة، روحوا تنمية أو هتلاقوها في معظم المكتبات، ممكن معظم يطلبوها المكتبات من اللي في مصر يعني. دار محروسة طيب كمان. دار محروسة بيوصلوا للبيت. تمام. دار المحروسة بتوصل للبيت. طيب ما خفتيش وانتي ب... احنا اتكلمنا عن رواية مترو والحاجات اللي حصلت لكاتب رواية مترو. انتي بتتعرضي شوية للبيروقراطية في الرواية، ما خفتيش من الحتة دي؟ لا طبعا، هي رواية خيالية، ده في عالم افتراضي. ملوش دعوة بواقعنا. لا اصل ده، بصي، ده فتح لي انا طول عمري كان نفسي اعمل رواية او فيلم عن عن باتمان في العالم الحقيقي، اللي هو المشاكل اللي هيواجهها مع المرور عشان يرخص العربية من غير نمر. آه. لو لو حد مثلا فاهمة يعني في الحاجات دي. فهي لما قريت برضو الرواية بتاعتك، ايه ده، لا انا I can relate to this. الفكرة دي كانت في دماغي بس في حتة تانية. هو لو انت يعني آه، مهتم بالفكرة دي، في فنان كوميكس محمد زهران بيعمل سلسلة كوميكس اسمها تقريبا سوبر هيرو بالمصري، حاجة كده، وهو بالظبط يعني اللي انت بتتكلم فيه. لو حابب تبص تنزل تاخد لفة في الكوميكس بتاعته، هتتبسط جدا. حلو جدا ده. اللي لفت برضو نظري في الرواية ان هي بتتناول بشكل صريح موضوع المرض النفسي والاكتئاب. واحنا الموضوع ده يعني تابو كبير قوي في العالم العربي، ما حدش بيتكلم عنه. الناس دايما بتحس بالشيم
ان هي تدخل في الموضوع بدون الحرق. انا في فريم في الروايه بتاع الرسم البياني اللي فيه الذنب طالع وقاسم البطل نصين. I can relate to this. اه ايه اللي جاب الفكره في دماغك ان انت تدخلي موضوع الصحه النفسيه وموضوع الاكتئاب في الروايه؟ هو صراحة يعني هو برضو حكم فكرة الأمنيات نفسها، إن أنا لما فكرت في الأمنيات كنت بفكر إيه أكتر حاجة الناس ممكن تتمناها، وأنا قسمتهم لنوعين من الأمنيات. يعني أمنية بتحصل عشان أنت عايز تكسب حاجة، أو أمنية بتحصل عشان أنت عايز تعوض حاجة أو خسرت حاجة. فبالنسبة لي يعني الجزء الأول كان أمنية يعني عن الندم، فهو له علاقة أكتر بإن أنت خسرت حاجة وعايز تسترجعها تاني. والجزء التاني كان له علاقة إنك عايز تكسب حاجة. فأنا عامة يعني بالنسبة لي لما أفكر في الأمنيات بحس إن معظم الناس هتتمنى حاجة من السعادة أو الرضا، أو يعني أنا بالنسبة لي ده كان حاجة بديهية جدا. يعني لما فكرت في الأمنيات قلت أكيد السعادة يعني. فلما فكرت في تيمة السعادة أو في السعادة عامة كنت بفكر مين. أصل أنت خلي بالك في العالم ده الأمنية مثلا بما يقابل $1,000,000. فمين الشخص اللي هيبقى مستعد إن هو يصرف ما يعادل أمنية درجة أولى على السعادة؟ فبالنسبة لي ده هيكون شخص بيعاني من الاكتئاب، أو شخص بيعاني من حاجة بتخلي السعادة يعني محور حياته، إن هو مش قادر يفكر في حاجة غير إنه مش مبسوط أو إنه في حاجة غلط. فعشان كده يعني هي جت تلقائيا من لما تفكر في يعني في السعادة، أو لما تفكر في إن في حاجة مش مظبوطة. أو حتى يعني معظم الناس، أنا كنت بعمل حاجة إن أنا كنت بسأل أي حد أقابله لو ممكن تشتري أمنية هتتمنى إيه. ومعظم الناس كانوا الأول بيقعدوا يقولوا أتمنى حاجة. الأول لازم أقول لهم الأمنية $1,000,000. طبعا في السيناريو ده أول حاجة هيقولوها طب أنا نفسي في $1,000,000. هقول لهم أيوة أنت في السيناريو معاك $1,000,000 اجيب بيه الامنيه. ماشي، انت دلوقتي معاك الأمنية، والأمنية دي بتعادل $1,000,000. تتمنى ايه؟ عشان هي الفكرة ان انت لما تقول لهم تمن الأمنية ساعتها بتبتدي تفكر طب ما الأمنية دي يبقى لازم انا اتمنى حاجة اغلى من $1,000,000. يعني انت صح، يعني لازم تتمنى بالظبط. حاجة ما تقدرش تشتريها بفلوس. فعادة الحاجات دي تكون الصحة، السعادة، حاجات كده. فعشان كده يعني انا كنت بفكر في الجزء التاني ان انا كنت اولا عايزة احكي قصة عن حد عايز يتمنى السعادة، وتاني حاجة كنت عارفة ان القصة دي لازم تعكس الجزء الأول، اللي هو الجزء الأول عن عزيزة. وعزيزة يعني من طبقة عاملة، هي معهاش فلوس، هي يعني ما مثلا ما اتعلمتش عن الأمنيات، ما تعرفش قواعد العالم ده، بيضحك عليها بسهولة. يعني شخصية عانت، يعني اللي هي يعني هي برضو من الشخصيات المعروفة في القصص المصرية، اللي هي المرأة اللي بتعاني، اللي بتكافح يعني. فهي عشان أنا كنت عايزة أقدم العالم ده من خلال شخصية تكون مألوفة للناس. يعني كل الناس عارفين شخصية اللي هي المرأة المكافحة اللي بتضحي بكل حاجة في حياتها. فهي كانت طريقة سهلة إنك تعرف الناس على العالم ده، أو يعني إن الناس تبتدي تفهم قواعد العالم والناس بتعيش إزاي. فعشان كده كان عزيزة لازم تكون هي أول واحدة الناس تقابلها في القصة دي. في نفس الوقت كنت عايزة الجزء التاني يعكس تجربة عزيزة تماما. يعني انت لما شفت اللي هو العالم اللي هو الناحية اللي هي يعني الصعبة اللي مقفول عليها كل حاجة، البيروقراطية تلاقيها، يبقى لازم نشوف الناحية التانية بقى اللي هو الطبقة المرفهة اللي عايشين الأمنيات، عندهم أمنيات درجة أولى في كل حتة، بيتمنوا كل حاجة، عايشين في كومباوند، كل الكلام ده. فساعتها كان لازم يعني أنا كنت عارفة من الأول إن قصة نور هتكون قصة شخصية بتعكس عزيزة، وفي نفس الوقت يعني محورها السعادة. فمن هنا يعني ابتديت أفكر طب الاكتئاب عامة بحس إن هو مش بس في القصص، بس في المسلسلات دايما بيكون معرفش، يعني بحس إن الناس بتحكي عنه بطريقة يعني مش عايزة أقول كليشيه، بس بتكون بطريقة مش طريقة مش كويسة خالص. مش واقعية. يعني ما بتعكسش حقيقة المرض النفسي، او حقيقة يعني مش بس حقيقة المرض النفسي، بس كمان حقيقة التجربة الأساسية لحد بيعاني من حاجة زي كده. يعني لو انت هتتمنى السعادة فهتبص لها ازاي، هتفكر فيها ازاي؟ يعني هل يعني من الأول يعني الإجابة الصريحة ان انت لو معاك أمنية وانت حاسس انك عندك اكتئاب هتتمنى السعادة، يعني نفسي يكون سعيد وخلاص. بس انا حاسة ان دي مش إجابة واقعية عشان الاكتئاب ما هواش مضاد السعادة.
يعني ما هياش حاجة إن أنت مش متضايق، أنت مكتئب، في فرق. يعني بالظبط كان بالظبط كان جزء من إن أنت لازم تبتدي تفكر في الموضوع بجد، يعني ما ينفعش تفكر فيه بالحلول السهلة، وإلا القصة مش هتنفع، يعني هتبقى قصة وحشة. أو إيه مم. مش هقول وحشة، بس يعني هتبقى قصة سهلة. يعني أنا ما كنتش عايزة أدور على الحلول السهلة إنك تحكي بيها قصة زي دي، فعشان كده كنت بحاول إن على قد ما أقدر أخلي الخبرة بتاعة الاكتئاب وتجربة الأمراض النفسية تكون واقعية، رغم إنها قصة خيالية يعني. مم. وانتي نجحتي في ده، ونجحتي حتى في حوارات الشخصية مع نفسها. مم. وكحد عدى بالاكتئاب، ففي أسئلة كتير من اللي هو كان بيسألها لنفسه أنا كنت بسألها لنفسي. مم. فاللي هو يعني في حتة كده دايما عند سواء الناس اللي بتعملها بقصد أو غير قصد، مثلا اللي هو ما في غيرك حالتهم أسوأ منك بكتير والحاجات ده. فمحدش قادر يفهم ان الاكتئاب مش لينير قوي كده زي ما هم فاكرين، وان انت مش عشان في ناس عندها يعني الموضوع مش كومبيتيشن، والموضوع زي ما انا بحب اقول دايما هو قدرة تحمل لكل نفس مختلفة عن التانية. زي انت بالظبط، حد بيروح الجيم يقدر يرفع 200 كيلو، وانت 10 كيلو يعني تعمل لك مزق في العضلات مثلا عند حد تاني. اه او مثلا انت مش شايف ايه اللي بيحصل في العالم، انت مش شايف كذا بيحصل اللي عندهم ايه، فلان عنده ايه، فلان عنده ايه. فكرة برضو المقارنات، ودي بتأدي كمان لان اللي عنده اكتئاب يبدأ يحس بالذنب اكتر، يبدأ يكتئب اكتر. فهي يعني لوب كده ما بتخلصش. هي فعلا فانا هي شايف ان الفكرة إن انت معلش كمل. لا لا لا، كملي عادي. أنا كنت هقول إن الفكرة إن الكلام ده حتى بيتقال للناس اللي بتعاني من أمراض عادية. يعني أنت فعلا تلاقي مثلا واحد عنده سرطان أو كده، يقوله طيب ما في غيرك عنده سرطان أوحش، أو أنت يعني برضه احمد ربنا. يعني دايما فكرة اللي هو احمد ربنا إنك يعني في أسوأ، بيبقى يعني هو ده مصطلح عام موجود في كل حاجة في حياتنا. يعني لو حصل لك أي كارثة في حياتك، يقولوا بس الحمد لله جت على كده، الحمد لله ما حصلش كذا. بس الفكرة زي ما انت قلت في الأمراض النفسية بالذات بيكون ليها جانبين زيادة شوية. أولا إن على عكس الأمراض اللي هي الظاهرة، الأمراض اللي بتبان على الناس، ما حدش يعني الأمراض النفسية ما بتبانش. فأنت ما عندكش حتى يعني ما تقدرش تقول أنا إيدي مكسورة، الجبس هو ده دليل إن أنا إيدي مكسورة. إنما مم. الأمراض مم. النفسية عادة ما عندكش الدليل ده، ما تقدرش يعني الناس لازم تصدقك. فللأسف الناس عادة ما بتكونش عايزة تصدق، يعني بيبقى في إحساس إن هو معظم الناس حتى مش عايزة تعتبر ان الشخص اللي قدامها مريض. يعني ما انت خلاص انت شكلك كويس، يعني عديها. يعني هي بتبقى جزء منها ان الناس رافضة اصلا المبدأ. يعني ليه تهتم بحاجة يعني مش باينالي؟ يعني ليه نقعد بقى نبتدي ندخل في التفاصيل؟ مش مهم. فيعني دي حاجة. وطبعا الحاجة التانية زي ما انت قلت، الناس اصلا ما تعرفش عن الامراض النفسية، فهو يعني بيبقى سبب منه يعني برضو جهل انها ممكن تقلل من حاجة، ان هي ساعتها يعني غير الامراض التانية او غير كل المشاكل او الابتلاءات التانية اللي ممكن تحصل في الحياة. فهي دي بالذات ان انت اصلا مش قادر تشرح للناس المشكلة ايه اساسا، عشان حتى يقارنوها باي حاجة تانية. يعني هي بالظبط بالنسبة لهم حاجة ما تتقارنش. بالظبط. واعتقد ده زي ما انت قلتي الطريقه اللي معظم الاعمال بتناقش بيها الموضوع ده بكلاشيه. مم. يعني دايما مثلا الصوره النمطيه عن المكتئب في السينما المصريه، رغم ان مثلا فيلم ثقافي من واحد من احسن الافلام المصريه اللي اتعملت، بس برضو كانوا حاطين شخصيه الشخص المكتئب ان هو قاعد في البيت ما بيخرجش، باصص في السقف وعمال يقول احنا ضعنا احنا ضعنا احنا ضعنا. في مكتئبين شكلهم كده، بس في مكتئبين انت هتشوفهم كل يوم وبيهزروا معاك وبيضحكوا معاك، وانت مش هتعرف ان هو عنده اكتئاب اصلا. بالظبط. ف ف ايه بقى يعني النصيحة اللي تديها للناس، سواء اللي بيعانوا في صحتهم النفسية او اللي ما يعرفوش الموضوع ده، كتجربتك كفنانة وروائية وعرفت تحط الموضوع ده بشكل كويس مكتوب. النصيحة اللي انصحها اقروا شبيك له بيه، خصوصا الجزء الثاني. بس ايه، نشوف نصيحة دينا. انا برضو دايما بقلق من النصايح عشان بحس انها مسؤولية. بس لا، يعني هو في جزئين. في نصيحة للناس اللي هي حاسة انها بتعاني من الاكتئاب، وفي نصيحة للناس اللي هي مش فاهمة الاكتئاب خالص. يعني انا بحس ان دول فئتين مختلفين تماما.
ودي حاجة أنا لاحظتها من الناس حتى اللي قروا الكتاب، يعني اللي قرا الكتاب وفاهم الاكتئاب أو عانى منه قبل كده بيبقى عنده رد فعل مختلف تماما عن اللي قرا الكتاب مش فاهم قوي، أو حتى بعد قراية الكتاب بيكون لسه يعني ما أثرش عليه بنفس الطريقة عشان هو مش قادر يتعاطف قوي مع مشكلة زي دي، عشان لما انت بتتعامل مع شخصية زي شخصية نور أو حد مكتئب اللي هو بيبقى دايما وانت مش فاهم الموضوع دايما بيبقى الإحساس اللي هو طب ما تقوم وخلاص، ما تجرب، ما تروح الجيم، ما تشرب ميه، يعني بيبقى فيه اللي هو رد الفعل التلقائي ده. فلو اعتقد ان هو نصيحتي عامه للناس اللي هي ما تعرفش قوي عن الاكتئاب او مش فاهماه، اولا ان هم يكونوا يعني مستعدين يسمعوا رأي حد مختلف، او ان هم يحاولوا يفهموا تجربة هم عمرهم ما جربوها. يعني انا بالنسبة لي اللي هي اول حاجة محتاج تبتدي بيها هي ان انت يعني مش هقول يعني إن الطيبة عموما، بس يعني ان هو ان انت تبقى مسامح مع الناس شوية، يعني ان انت ما تقفلهمش من الحياة، عشان عادة السبب الرئيسي ان انت ما تعرفش ان اللي حواليك مكتئب هو اللي حاسس انه ما يقدرش يقولك، او انت مش قادر تستحمل ان حد يجي يحكي لك عن زي ما احنا بنقول ان هو كآبة واللي هو يعني الناس بتعتبر ان الشخصيات اللي هي عندها اكتئاب بتكون نحس او صعب ان انت تتكلم معاهم، فهي دي حاجه يعني الناس محتاجه يعني محتاج تبقى مسامح شويه مع حاجه زي دي. في نفس الوقت لكل الناس يعني اعتقد ان المشاكل النفسيه عموما سواء الاكتئاب او مشاكل تانية، هو يعني لو تقدر تسأل او لو تقدر تحاول تتعالج او لو تقدر تروح لدكتور نفساني، فهي دي حاجه برضو الواحد ما يستقلش بيها. يعني هو جزء من الحاجات اللي احنا بنحاول نوصلها دلوقتي، اللي هو مش عايزه استخدم كلمه نورماليز، بس يعني نورماليز ان حد يروح لدكتور نفساني، عشان عارفه ان في مصر بالذات يعني دي كانت فكره يعني صعبه قوي ان حد يتقبلها او ان عيله حتى تتقبلها لاي حد، يعني بتبقى وصمه عار يعني ان انت ازاي بتروح لدكتور نفساني. فدي حاجه على يعني لو من الحاجات الصغيره اللي ممكن تتغير هي انك يعني تعتبرها حاجه عاديه سواء ليك او للناس اللي حواليك لو تقدر. طبعا يعني اليومين دول اليومين دول صعب تروح لاي حد، بس يعني بس هي برضو يعني في حاجات انت ممكن تغيرها بس من طريقة تفكيرك عن الموضوع، يعني ان انت تغير من تفكيرك ان تقبل الغير، تقبل المشاكل الجديدة، تقبل التطورات العلمية، يعني ان هو ما ينفعش تبقى كل حاجة بتقفل على طول. وفي نفس الوقت يعني لو هي المشكلة فعلا، يعني دي حاجة من الحاجات اللي أنا كنت عايزة أحطها في الكتاب وكانت مهمة قوي بالنسبة لي، هي فكرة يعني أنا برضو عشان لما حد يقول إيه النصيحة عادة بنقول لهم روح لدكتور اتعالج. بس من الحاجات اللي أنا كنت عايزة أحطها في الكتاب إن الصراحة الموضوع ده مش سهل، يعني مش سهل إن أنت تروح لدكتور تتعالج. أولا مش كل الدكاترة كويسة، ومش كل يعني مش كل الطرق بتكون ناجحة، وبالذات في المشاكل النفسية. يعني إن أنت يعني حتى يعني لو فكرنا في الامراض العاديه ان انت تتشخص صح لمرض مش سهل، يعني ساعات بتضطر تروح لدكتور ودكتور اللي بعده واللي بعده، وممكن يكون يعني عندك مشكله بطنك وجعاك، انك تعرف سبب ان بطنك وجعاك مش سهل. فهي الفكره ان مع الامراض النفسيه نفس الشيء، يعني ما ينفعش تروح لدكتور او لو عندك تجربة سيئة او لو اديك دواء ما اشتغلش او كده وبعدها خلاص تقفل من الدكاترة النفسية وتقول لا هو اصلا الموضوع ده مش نافع، دول بيضحكوا على الناس. يعني ما ينفعش يبقى يعني ما ينفعش نبقى ماشيين بتفكير يا اما حياتي هتتغير من اول مره يا اما الموضوع كله بايظ. يعني هو الحقيقه ان انت وارد انك يبقى عندك تجارب سيئه، انا حاسه ان الموضوع ده وارد قوي. وفي نفس الوقت يعني طبيعه الامراض النفسيه انها بتاخد وقت طويل، فللاسف ده برضو بيخليها حاجه اولا تكلفه، وثانيا ان الثقه في الدكتور والثقه في العلاج والثقه في يعني زي ما بيقولوا المشوار النفسي ده يعني بيقل بسبب طبيعة المرض نفسه، طبيعة العلاج. وهي عشان كده الأمنية نفسها كانت معقدة جدا انك تتمنى عشان تعالج الاكتئاب. فيعني دي من الحاجات اللي انا كنت بفكر فيها، فبالنسبة لي كان مهم ان انا احط في الكتاب رغم انه كتاب خيالي ومش واقعي بس ما كنتش عايزه، يعني كان عندي برضو احساس ان انا مش عايزه احط ما راح للدكتور وهي الموضوع اتحل، لا العكس. يعني كنت عايزه، كان مهم بالنسبه لي ان انا احط خبره ان حد راح للدكتور والموضوع كان سيء، عشان للاسف يعني دي حاجه بتحصل لكل الناس يعني وارده جدا. دي حاجة حقيقية جدا. موضوع العلاج النفسي طريق مش سهل وطويل،
وصعب ومجهد ومكلف كل حاجة في الدنيا، وزي ما انت بتقولي حتى المرض العضوي بيبقى الراجل قدامه كل التحاليل وكل البتاع ممكن يشخص غلط، ما بالك بقى بالمرض النفسي اللي هو ممكن ياخد وقت عشان يعرف ايه المشكلة بالظبط، لان الموضوع كله متوقف على الكلام اللي انت بتحكيه. فانت بتحاول تلخص حياتك في 50 دقيقة كل اسبوع او كل اسبوعين لما تروح، عشان الشخص اللي قدامك يبدأ يفهم فيه ايه. فالموضوع مش عصاية سحرية، مش أمنية درجة أولى إن أنت هتروح بالظبط. للدكتور والموضوع هيتحل. بس أنا تاني يعني الفان بوي اللي جوايا هيرجع ويقول لك فعلا يعني بحييكي على الطريقة اللي أنت تناولتي بيها الموضوع ده، لأن هي حقيقية جدا وأقرب ما يكون للي بيحصل يعني في الحياة يوم عن يوم لأي حد عنده هذا المرض يعني. شكرا. هو يعني هو جزء منه ان انا حاولت، يعني حاولت ان انا يعني عملت بحث، كنت رحت لكذا عيادة في مصر عشان كنت بسأل دكاترة وكنت بسأل العيانين والمرضى، يعني كنت بحاول أشوف خبرة الناس مع الموضوع على قد ما أقدر بدل ما ألف من عندي. ساعتها طبعا يعني وأنا ساعتها لما كنت بنزل يعني كل شوية أخد ميعاد في عيادة عشان أشوف الدكاترة المختلفين مثلا بيشخصوا إزاي، بيسألوا أسئلة إزاي، شكلها إيه العيادات، شكلها إيه. وساعتها كنت بصرف كتير قوي عشان كل شوية أروح عيادة. بس دلوقتي لما أفكر فيها إن كويس إن أنا كتبت الكتاب ده من 5 سنين. بس الحاجة اللي أنا نسيت أقولها يعني إن لا عشان بس دلوقتي أيوه معلش. مم. لأ نسيت عشان بس الموضوع ما يبقاش بيقفل الناس من كل حاجة، إن اللي أنا يعني حسيت إن هي أكتر حاجة بتفرق عامةً، مش إن أنا عايزة أدّي نصيحة لحد أو أي حاجة، بس حتى في الكتاب يعني هو دي الحاجة اللي أنا وصلت لها، إن أكتر حاجة بتفرق الاستعداد إنك تساعد نفسك، يعني إن هي فكرة إنك تاخد خطوة أصلًا إنك تبتدي تروح لحد، أو إنك تاخد خطوة إنك تحكي لحد، أو إنك تاخد خطوة إن أنت تعترف لنفسك إن في مشكلة. بالنسبة لي هي دي أهم خطوة في الموضوع كله. بالظبط. هو نص حل المشكلة إن أنت تعترف إن هي موجودة. إمم. وأعتقد في يعني بغض النظر عن الأسعار اللي موجودة دلوقتي الخزعبلية للدكاترة النفسيين في مصر، بس أعتقد في أماكن كتيرة مخفضة وكده. بس الحاجة الأهم برضو للناس اللي تعرف حد في حياتها ممكن يكون بيعاني من الاكتئاب، خليكوا يا جماعة مساحة آمنة أو سيف سبيس للناس دي. يعني بلاش بقى الردود الكلاشيه بتاعت ما في ناس عندها حاجات أوحش منك، بس أنت فرفش ومش عارف ايه. فاللي هو يعني طب يا جماعة لو كنت ادخل عارف فرفش صلّي. كنت فرفشت، انا مش مستنيك تقول لي آه. انت. بالظبط. ال 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 آم، القرب من ربنا كويس والصلاة وكل حاجة، بس ده مرض زي أي مرض. أنت مفيش حد مثلا هيبقى عنده كورونا وتقول له لا أو برد وتقول له ما تاخدش علاج البرد، صلي والبرد هيروح. فصلي ربنا كل حاجة، بس أنت لازم ربنا قال لك خد بالأسباب برضه. من ضمن الحاجات اللي أنت تناولتيها برضه، بس مش هندخل فيها عشان هيبقى فيها حرق. أنت تناولتي برضه موضوع القناعات الشخصية والتعارض ما بين انت نفسك في ايه وما بين يعني قناعات الشخص اللي قدامك والدين داخل في الموضوع. فالرواية يا جماعة مش سهلة خالص. الرواية من معقدة، معقدة. مش بس يعني انا بحب الروايات اللي هتخليك تطلع منها وتقعد تسأل نفسك كتير، وتفضل دماغك شغالة كتير بعدها، مش اللي هو انت قريت حاجة وخلصتها والله ايه ده خلصت خلاص. في حاجة تانية شكرًا، جاية شكرًا قريب إنك قُلت ولا كده ايه؟ يعني. آآ في إن شاء الله حاجات جاية كتير، بس مش هتبقى قريب للأسف عشان زي ما إحنا قُلنا ماشي. الكوميكس فَن يعني مطوّل شوية. الموضوع بياخد وقت. يعني إن شاء الله ربنا يساعدنا، بس إن أنا يعني ألاقي وقت أولًا. ويعني هي اللي جاي يعني أول ما أقدر أحكي عنه هاحكي عنه، إن شاء الله هيكون هاحاول على قد ما أقدر إن أنا أخلّيه زي شباك لباك ينزل في أجزاء، بحيث إن إحنا مم. ما نستناش 10 سنين عشان لأن احنا نكسب وقت ونقرا. نكسب وقت ونقرا. بالضبط. هو الصراحة هي ليها دعوة أكتر بالنشر والطباعة كمان. بس يعني
الحاجة اللي أنا كنت باقولها يعني الصراحة ما شاء الله. اللي أنت كنت بتحكي عنها إن دي حاجة أنا لاحظتها على الأقل، إن كذا حد بعت لي مثلًا قال لي الكتاب ده مثلًا ساعدني أفهم أخويا أكتر أو أختي أكتر، أو يعني في كذا حد يعني ادّى الكتاب ده للناس اللي هم حسوا إن هم مكتئبين في حياتهم، أو في ناس يعني حتى كانوا بيجيبوا هدايا للناس اللي هم حاسين محتاجين يقروه. فدي من الحاجات اللي بالنسبة لي كانت من ألطف الحاجات اللي واجهتها يعني مع قراء شباك لباك. مش إن يعني مش قصدي إن الكتاب بيحل مشاكل أو حاجة، بس باحب أشوف الناس اللي مهتمة بناس تانية في حياتها، أو يعني قلقانين عليهم أو متعاطفين معاهم، يعني زي ما أنت قُلت إن هُم يبقوا مساحة آمنة للناس التانية. فأنا الصراحة شُفت نماذج من دي كتير، يعني ال لسه في أمل يعني في الناس. لأ، أحب أزوّد على اللي أنتِ قُلتيه ده، إن هو من ضمن الحاجات المهمة جدًا لأي حد بيعاني من مرض نفسي أو من اكتئاب، هو بيبقى فاكر إن هو لوحده اللي كده، فلمّا يشوف بقى شخصية مرسومة وبتتكلم وبتسأل نفسها نفس الحاجات، فده بيعرّفه إن هو لأ، يعني هو الموضوع مش أنت مش لوحدك، في ناس كتير بتعدّي بنفس الموضوع ده، لإن هي الدنيا بتبقى ضلمة جدًا جوّه دماغ البني آدمين، فبيبقوا فاكرين بقى اللي هو أنا بس اللي عندي كده. إمم. ف يعني هي هدية مهمة جدًا لحد ممكن يكون بيعاني من حاجة زي كده، هيبدأ يشوف مواقف شبيهة بتحصل لناس تانية قدّامه، وأنا مبسوط فعلًا إن في ناس بتهتم وبتقلق على الناس اللي حواليها، لإن زي ما إحنا قُلنا إن في ناس كده بتبقى خايفة تقرّب من أي حد زعلان أو مكتئب أو تتكلم معاه أو ده بيزوّد للأسف من عُزلة الناس دي أكتر. إمم. ف دينا أنتِ نورتيني النهارده، وأنا مبسوط إن إحنا شكرًا عرفنا ليك. نضبّط وقت ونتقابل، وأنا فعلًا بجد كنت مبسوط إنِّك معايا النهارده، ولو أنتِ حابة تقولي أي حاجة في الآخر المايك معاكِ. شكرًا على الاستضافة اللطيفة الجميلة دي النهارده، وشكرًا على الكلام الجميل ده. يعني مش عايزة أشجّع الناس تشتري شباك لباك الصراحة، يعني هو براحتك، لو أنت عايز تقراه اقراه، لو مش عايزه مش لازم تقراه. أنا آآ باشجّعهم بصراحة. شكرًا. بس يعني في الفترة دي يعني يعني أعتقد إن ممكن بيبقى صعب أي حد يبتدي يفكّر في روايات أو يبتدي يركّز في القراية. فأنا متفهّمة جدًا تفكير الناس اليومين دول، إن عامةً النفسية صعبة من كل النواحي. فصراحة يعني ده حقيقي. ال الحاجة الوحيدة آه. اللي ممكن أقولها بس، يعني ربنا معانا ومع أهل غزة مع كل الناس الصراحة يعني. بس يا رب، شكرًا عن الوقت ده، يا يعني رب. يمكن هو ساعة لطيفة في وسط اليوم. أنتِ نورتيني والله، واتبسطت جدًا بالكلام معاكِ، وهاخد من كلامِك وأكمّل إن هو أنا عارف إن الوقت صعب على الكل، بس يعني إحنا لا نملك إن إحنا ندعي لهم، وإن شاء الله الدنيا تبقى أحسن. والكتاب فعلًا يعني حاجة كويسة لو أنت عايز good distraction كده لساعتين في اليوم والّا حاجة، دماغك تفصل فيها شوية من كل الأخبار يعني السيئة اللي عمّالة تتوالى علينا، وربنا يا رب مع أهلنا في غزة وفلسطين ويعدّي الأيام دي على خير. دينا أنتِ نورتيني تاني، ومبسوط إن أنتِ كنتِ معايا، وإن شاء الله نتقابل تاني بقى مع روايات جديدة بإذن الله. إن شاء الله يومًا ما. إن شاء الله. آآ شكرًا. كنت معاكم في الحلقة النهارده، شكرًا ليكِ. كنت معاكم في الحلقة النهارده، وكان معانا دينا محمد، أنا عمرو خاطر، ودي كانت سكة سفر. أشوفكم على خير المرة الجاية.